لاحظنا نحن وعم نقوم بهالاختبار انه اللبناني باغلب الاحيان بيبادر للمساعد بغض النظر عن المظاهر، بس هل كمان بيتدخل اذا كان هالشخص المحتاج عم بيتعرض للتعنيف؟ قررنا نختبر هالموقف، شوفوا شو صار. عندها مشكلة معدتها بدي دواء للماما. هون بشحت 10,000 عملنا. شطني هون شطني. شو دورتك على الصيدلية؟ انت نقطتك على الدوار مش هون بالصيدلية. امشي مو معروفة مو معروف. يا امشي امشي يلا. معقول؟ عن جد ما معقول كثير، بس هيك حرام ما اخذت الدواء حتى معترة. واضح انه الشاب انزعج كثير من يلي صار قدامه، ولشدة انفعاله صار بده يخلص عن الصندوق بسرعة ليظهر لبرا ويحط حد للموضوع. طب برجع انا عشيه بكون الشباب خبيني عندك، حرمت من رجعت خبيني عندك. ما فينا انا خبيكي عندي، ما فينا. لا خبيني عندك، ما فينا يا ريت، ما فينا خبيكي عندي حبيبتي، ما فينا اعمل لك شيء. مين هيدا؟ مين هيدا؟ هيدا هو بيقربني. شو هيدا بشغلكم يعني؟ لا ليه عم بقول لك محلك على الدوار؟ وين؟ إذا إجا ضربني شو فوتيني عندك خبيني. حبيبتي ما فينا، وين بدي خبيكي؟ روحي وقفي هونيك إذا بدك. لا بس إجا بيضربني. مريح؟ وإذا إجا هلا بلشت تبين بوادر الانفعال على وجه الشاب لما شال عويناته. خبيني عندك، رجيكي خبيني عندك. خلص خليكي شوي هون، خليه يفرج. شدي جاي شهامة هالشاب ما بتتلاقى كل يوم، بس لحسن حظنا إنها موجودة عند الشاب اللبناني. هو الوحيد بين كل اللي كانوا بالصيدلية اللي ما تردد ولا لحظة إنه يحط حاله قدام الخطر ليمنع الغلط. أكيد بس شاف الكاميرات وللوهلة الأولى كان معصب، وهالشي طبيعي لأنه ردة فعله أصلا كانت حقيقية ونابعة من القلب.